السلام عليكم. الخبير التحكيمي جمال الشريف يفضح حكم الاحتواء محمد عادل بسبب هذه اللقطة في مباراة الأهلي مع فيوتشر. يكشف المؤامرة على النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية لا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. شهدت مباراة الأهلي مع مودرن فيوتشر جدلا تحكيميا من جانب الحكم محمد عادل وحكام الفار أيضا. فقد دخل على الخط الخبير التحكيمي جمال الشريف وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: لقد شهدت هذه المباراة أغرب لقطة في حياتي رأيتها، وهي عدم احتساب هدف صحيح لصالح لاعب النادي الأهلي أفشة، وأنا اندهشت صراحة أن الحكم كان قريبا من اللعبة وألغى هذا الهدف. أين حكام الفار؟ فهنا نشاهد في هذه اللقطة أن مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي وصل للكرة الأول قبل لاعب فيوتشر السيسي، ومرر الكرة بشكل صحيح للاعب أفشة الذي سجلها في الشباك. فوسام أبو علي لم يرتكب أي خطأ إطلاقا مع لاعب فيوتشر، لأنه وصل للكرة ولعبها بالفعل. فأين الخطأ؟ فكان على حكام الفار أن ينبه الحكم ويحتسب هذا الهدف، أو يرجع يشاهدها في الفار مرة أخرى. فهذا الهدف شرعي بنسبة 100%. في هذا الحكم كان من أسوأ الحكام المصريين على الإطلاق، وله مباراة شهيرة بين الأهلي والزمالك عندما فاز الأهلي على الزمالك بخماسية. صرح بعد ذلك إنه احتوى الزمالك لكي لا تزيد النتيجة عن ذلك. فهذا الحكم صراحة عليه 100 علامة استفهام لتعيينه في هذه المباراة. وهذه المباراة فاصلة بالنسبة للنادي الأهلي في صراع التتويج مع نادي بيراميدز، ويجب على النادي الأهلي حتى يتمكن من التتويج بالدوري عليه أن يجلب حكام أجانب في مبارياته المقبلة إذا كان يريد التتويج حقا، لأن الحكام المصريين لا أمل فيهم صراحة، ويبحثون بحثا شديدا انهم يدوا الدوري هذه السنة لبيراميدز. فعلى الاهلي ان ينتبه جدا للمباريات المتبقية ليه، خصوصا الثلاث مباريات القادمة. كمان ادلى جمال الشريف في بعض التصريحات وقال ان المباراة كانت ماشية بطريقة كويسة لولا حذف هدف، إلغاء الهدف الخاص بالنادي الأهلي اللي كان هيغير أيضا مسار المباراة تماما. انتهت المباراة 2-1 لصالح النادي الأهلي. طبعا شفنا كذا ركنية وكذا كمان، يعني المباراة ما كانش فيها حد وحش قد محمد الشناوي على حسب ما قيل، وإن المفروض يسيب الساحة حاليا مصطفى شوبير. قولوا لنا رأيكم فعلا مين الأقدر حاليا بحراسة مرمى النادي الأهلي.